باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. الواحد بيبقى مبسوط دايما لما اجي اجتماعات شباب كده، يعني زي ما بابا شنودة قال لنا كده، كنيسه بلا شباب كنيسه بلا ايه؟ بلا مستقبل. النهارده بنعمه ربنا بعت لنا كلمه صغيره كده عايزين نستفيد منها كلها. ليه انا احيانا ما بعرفش اسمع صوت ربنا في حياتي؟ كلنا في مواقف كتيره جدا ببقى عايز اسمع صوت ربنا في حياتي، مواقف كتيره جدا. يا رب ارتبط بالفلان ده ولا ارتبط بده؟ يا رب هي العروسه دي من ايدك ولا دي من يعني مش هتوصلني للسماء؟ يا رب اشتغل الشغلانه ديت ولا لا؟ اسافر البلد الفلانيه ولا ما اسافرش؟ اخدم الخدمه دي ولا اخدم الخدمه دي؟ طب يا رب اعمل ايه عشان اوصل للسماء؟ اهم سؤال عندنا. اوقات كتيره جدا ببقى محتار بين طريقين، مش عارف اعمل دي ولا دي. ببقى محتاج اسمع صوت ربنا في حياتي. قول يا رب ما انت كنت في العهد القديم، يعني ما انت اتكلمت ناس كتير قوي، ما انت كنت بتكلم ابونا ابراهيم بالعيان وتقول له انا مش هخبي عليك حاجه. ما انت يا رب كنت بتكلم موسى النبي بال 40 يوم. ما انت يا رب كنت بتكلم نوح وقعدت توصف له ادق التفاصيل. ما انت يا رب كلمت يونان النبي. ما انت كلمت ايليا لما كان خايف من ايزابيل. ما انت كلمت قديس يوسف النجار لما هو كان عايز يخلي العذراء مريم سرا لما لقاها حامل. ما انت كلمت العذراء مريم شخصيا. ما انت كلمت بولس الرسول وهو كان مسافر دمشق، كان عايز يقبض على المسيحيين هناك، كلمته. طب ما يا رب انا عايزك انت كمان تيجي تكلمني، عايز كده هات وخد كده كاني بتكلم واحد انا شايفه، عايزك انت تكلمني. اوقات كتيره جدا بنقعد نسال السؤال ده. الحقيقه لو سالنا ربنا هيقول لي انا اكتر واحد بتكلم طول النهار. ربنا 24 ساعه بيكلمنا بطرق مختلفه زي ما انا، بس المشكله دايما فين؟ المشكله دايما عندي. المشكله دايما ان الحواسي بتبقى غير مدربه عشان اسمع صوت ربنا في حياتي. عارفين الراديو كده عشان عايز اجيب مثلا اذاعه معينه لازم اظبط الراديو عشان استقبل الموجات ده ايه؟ صح ولا مش صح؟ هل لو انا ما عرفتش اظبط الراديو معنى كده ان الموجات دي مش موجوده؟ ولا الموجات دي موجوده دايما على طول؟ موجوده على طول. المشكله دايما بتبقى عندي انا. ربنا اكتر حد بيتكلم في حياتنا، بس المشكله حواسي انا بتبقى غير مدربه لسماع صوت الله. عشان كده ربنا قال لنا صراحه من له اذنان للسمع يعمل ايه؟ مش سامع يعمل ايه؟ فليسمع. المشكله عندنا احنا من له اذنان للسمع فليسمع. وقال لنا كده هو طب انا ممكن اسمع صوت ربنا وما بيفرقش معايا. فربنا نبهنا تاني وقال كده ان سمعتم صوته فلا تقسوا ايه؟ قلوبكم. يبقى انا النهارده عايزين نطلع من الكلمه دي بنعمه ربنا وارشاد الروح القدس، اعرف اسمع صوت ربنا وما اقسيش قلبي، اتجاوب مع صوت ربنا. اتفقنا؟ طب خلينا نتكلم كده، ربنا بيكلمنا ازاي؟ يعني ماشي يا كنا بتقول لنا ربنا طول الوقت بيتكلم. ربنا بيكلمنا بطرق كتيره جدا، هقول لكم كده شويه بعض الطرق منها. اول حاجه ربنا بيكلمنا منها عن طريق الكتاب الايه؟ المقدس. لو انا ليا قعده يوميه بانتظام مع الكتاب المقدس هسمع صوت ربنا دايما في حياتي. بس مش عايزين نعمل بقى زي الناس الثانيه اللي بتحب تهزر، تفتح الانجيل على اي حاجه والاول ايه تقولها يبقى هو صوت ربنا. ده عمره ما يكون صوت ربنا بالطريقه دي. الهنا اله نظام وليس اله تشويش. لازم تبقى ليا قعده يوميه مع الكتاب المقدس بطريقه منتظمه وبسمع التفسير بتاعه. ولما اقعد مع الكتاب المقدس لازم افهمه زي ما اباء الكنيسه الاوائل فهموه، مش هفهمه بطرق ثانيه. كلنا عارفين الوقت اللي احنا فيه بقى فيه طوائف كتيره وبقى فيه تفسيرات مش مظبوطه للكتاب المقدس. انا عايز اقرا الكتاب المقدس بطريقه منتظمه وافهمه زي اباء الكنيسه الاوائل ما فهموا الكتاب المقدس. اتفقنا؟ تاني طريقه ربنا بيكلمنا فيها عن طريق الروح القدس اللي ساكن جوه كل واحد فينا. كلنا لما اتعبدنا وترشمنا بالميرون 36 رشمه، روح الله القدوس ساكن جوايا. ده بيوجهني عشان اسمع صوت ربنا. تالت حاجه بسمع صوت ربنا عن طريق رجال الله الاتقياء، عن طريق اب اعترافي. لما بقعد مع ابونا في الاعتراف بسمع صوت ربنا في القعده دايما. اروح الكنيسه في قداس وعظه اجتماع زي اللي حضراتكم قاعدين فيه ده اهو، اسمع صوت ربنا عن طريق رجال الله، اب الاعتراف، امين الخدمه، خادم تقي، مرشد روحي، وعظه حلوه مش سمعتها. كل دي تالت طريقه بسمع فيها كلمه ربنا. 4 بسمع فيها كلمه ربنا عن طريق الظروف المحيطه بيا. احيانا ربنا يرتب بعض الظروف علشان يسمعني صوته عن طريق الظروف ده. زي مثلا ابونا مره كان بعد ما والده توفى، كان هو وليه اخ اكبر منه، هما الاثنين اختلفوا على الميراث.
هو حس ان اخوه يعني خد الجانب الاكبر شويه، فقال له طب استاذنه ممكن طبعا يعني نروح لحد كده يحكم ما بيننا؟ قال ماشي. فاتفقوا ان هما الاثنين يروحوا زي حاجه كده زي القاضي يحكم ما بينهم. وهم رايحين ايه اللي حصل؟ شافوا ايه؟ حد عارف؟ شافوا جنازه واحد من اغنى اغنياء اسكندريه شايلينه في الصندوق بتاعه وداخل القبر بتاعه. لما ابونا فكر كده قال له انا يعني بختلف مع اخويا على شويه قروش، ما هو اغنى واحد اهو داخل القبر بتاعه معهوش ولا حاجه. راح ساب اخوه قال له مش عايز منك حاجه، خد كل اللي انت عايزه، وهرب منه ساعتها وراح عاش في الصحراء 70 سنه لم يرى وجه انسان. 70 سنه لم يرى وجه انسان. يبقى سمع صوت ربنا عن طريق ايه؟ الظروف والاحداث المحيطه بيه. سمع صوت ربنا. برضه ربنا ممكن يكلمنا عن طريق الطبيعه اللي حوالينا دهيت، زي ما حصل مع مين؟ زي ما حصل مع يونان النبي. ربنا كلمه عن طريق الطبيعه. مره عمل له يقطينه وخلت اليقطينه دي تضلل عليه، بعدين فجاه اليقطينه دي راحت. قال له انت يعني انت زعلان على يقطينه بنت ليله ومش عايزني انا ازعل على كل الشعب بتاعي؟ ربنا اتكلم عن طريق اليقطينه. مره ثانيه ربنا كلمه عن طريق العاصفه اللي حصلت في البحر. مره ثانيه ربنا كلمه عن طريق الحوت لما خلى حوت يبتلعه وخلى بعد كده الحوت يرجعه تاني. كل دي طرق مختلفه ربنا بيكلمنا عنها. احيانا ربنا بيكلمنا عن طريق ناس محبين لينا ممكن في العيله، عن طريق والدي، عن طريق والدتي. احكي لكم قصه كده. البابا رقم 59 في تاريخ الكنيسه اسمه البابا مكاريوس. كان من بلد بسيطه خالص. بعد ما بقى بطرك قال كده انا عايز اعدي كده ازور بعض الاديره، وهو رايح يزور الدير قال عايز يعدي على والدتي ازورها لان كانت في الطريق. فدخل البلد اللي فيها والدته وحب يزورها. كانت والدته ساعتها قاعده تعمل الغزل. هي عرفت ده البابا بقى البطرك يعني. ما قامتش وفضلت تكمل الغزل بتاعها. قال لها ايه يا امي؟ انت مش عارفاني؟ ده ابنك بقى البطرك، مش عارفاني؟ قالت له انا عارفه ان انت البطرك، بس انا كان اهون عليا ان انا وانت جاي لي يجيبوك على نعش ولا انك تبقى البطرك. قال لها ازاي الكلام ده؟ قالت له انت الاول كنت مسؤول عن خلاص نفسك، دلوقتي مسؤول عن خلاص كل هذا الشعب. هو قال سمع الكلمه دي قعد بعديها 19 سنه في البطركيه. يقول الكلمه بتاعت امي ما كنتش عارف انساها ان انا مسؤول عن خلاص كل هذا الشعب. خير لي لو كنت رحت لها على النعش، عشان انا دلوقتي بقول لك ما بقاش كانش عارف يهدى، يفتقد الكنائس كلها، يفتقد الكهنه، يفتقد الشعب، عشان كلمه ربنا سمعها عن طريق مين؟ عن طريق والدته. انه كان خير لي انه يجي لها على نعش ولا ان هو بقى بطرك، بقى هو مسؤول عن كل ايه؟ عن خلاص هذا الشعب كله. فمهم جدا ان انا اركز مع اهل بيتي اللي بيحبوني، لان انا احيانا اسمع صوت ربنا عن طريقهم. قلنا طرق كتير قوي ولسه في طرق ثانيه كتير. احيانا ربنا يكلمنا عن طريق الدقيقه. ربنا بسماح من الله لا يجربنا بالشرور ابدا، ولكن احيانا بسماح من الله يكون في دقيقه تجينا حوالينا. يبقى ربنا عايز يكلمنا عن طريق هذه الدقيقه. يقول لي ربنا عايز يوصل لنا رساله معينه. زي ايه؟ مره داوود مثلا واحد قاعد يشتم فيه، يقول واحد اسمه شمع بن جيرة. راح داوود افتكر بقى الخطيه بتاعته وقال لا ما حدش يضايقه. ده هو ربنا قال له سب داوود فسب داوود. اول ما اتحط في الدقيقه ديت واحد قاعد يشتمه فعلا وصل له صوت ربنا. ربنا احيانا بيكلمنا عن طريق الدقيقه. زي مين تاني؟ تكوين 42. يوسف الصديق كلنا عارفين قصته. اخواته رموه في البير وظلموه جدا. لفت الدنيا وهو جه مصر بقى الرجل الثاني على مصر، والعالم كله بقى فيه مجاعه الا مين؟ الا مصر. مصر كانت في الوقت دوت كانت اقوى دوله في العالم. العالم كله مش لاقي ياكل، كان مصر فيها اكل. فطبعا اخوات يوسف جم مصر عشان يجيبوا شويه قمح يرجعوا بيه تاني يعرفوا ياكلوا. يوسف عرفوا انما هم ما عرفوش. فيوسف حب يضيق عليهم الخناق شويه لغايه ما تطهروا من الخطايا بتاعتهم. قال لهم انتوا جواسيس، انا هحبسكم 3 ايام. هو عرف ان دول اخواته بس هم ما عرفوش ان ده ايه؟ ده كان اخوه. اول ما ضيق عليهم الخناق وقال لهم انتوا جواسيس، انتوا لازم تتحبسوا 3 ايام، يا اما هاخد منكم واحد لغايه ما ترجعوا باخوكم تاني زي ما انتوا حكيتوا. قعد يعني اول ما لقوا بقوا في ضيق جدا قال ده ذنب اخونا يوسف اللي احنا رميناه في البير وراهبين. ساعتها قال لك يا ما قعدت اقول لكم لا بلاش، انما انتوا اصريتوا على الخطيه دي. سمعوا صوت ربنا وافتكروا الخطيه القديمه اول ما ربنا سمح لهم بهذه الدقيقه. مره كان في رجل اعمال يعني كان رجل مشهور قوي وغني جدا يعني، حياته كلها في الشغل وحياته كلها في البيزنس وبيشتغل 18 ساعه في اليوم يعني. ربنا يعني حصل له حادثه صعبه جدا بالعربيه وبقى راقد تماما في السرير. بعد كده هو كان اب كاهن يعني فاضل راح زاره، قال له انا بشكر ربنا جدا من اجل هذه الدقيقه، انا
حياتي كلها بيزنس، اطلع من الشركه اروح المصنع اجي مش عارف ابص على البورصه، حياتي كلها بيزنس وفلوس وناسي ربنا. اول ما ربنا سمح لي بالحادثه دهيت وبقيت راقد على السرير، كل الحاجات دي صغرت في نظري وبقيت عايز الحق اشبع بربنا واتكلم مع ربنا كتير جدا. طول الوقت باصص السقف كده وحاطط صوره المسيح وعمال يرغي مع ربنا. يبقى ربنا كلمه عن طريق الدينه. تعالوا قدام، اتفضلوا قدام في اماكن كتير. يبقى كل دي طرق مختلفه ربنا بيكلمنا عن طريقها. لو انا بقى القامات الروحيه العاليه، مش احنا بقى، القامات الروحيه العاليه ممكن كمان ربنا يكلمها عن طريق الرؤى والاحلام، مش احنا. زي كده ما كلم دانيال، زي ما كلم يوسف الصديق، كان بيكلمه عن طريق الاحلام والرؤى. برضه قامه روحيه عاليه برضه ممكن ربنا يكلمه عن طريق الملائكه، بعد زي العذراء مريم مثلا يبعت لها رئيس ملائكه، زي يوسف النجار برضه يبعت لها. بس دي القامات الروحيه العاليه. الاحلام والملائكه يعني مش لازم ننتظر ربنا يبعت لي الملاك ميخائيل او يبعت لي حد عشان يكلمني، خلينا احنا في الايه؟ في السبع حاجات اللي احنا قلناها، عن طريق الكتاب المقدس، عن طريق رجال الله، عن طريق الظروف المحيطه، عن طريق الطبيعه، كل دي عن طريق ناس محبين، كل دي سبل وطرق مختلفه ربنا بيكلم كل واحد فينا. المشكله ان انا مش عارف اسمع. طب النقطه الثانيه، ايه نوع كلامك يا رب؟ يعني نوعيه كلام ربنا لينا تبقى عباره عن رسائل حب، تبقى عباره عن رسائل تشجيع، تبقى عباره عن رسائل تعزيه، تبقى عباره عن رسائل تحذير، رسائل توبه، احيانا رسائل تقديم. كل دي انواع مختلفه من الرسائل اللي ربنا بيكلمنا فيها، حب وتشجيع وتعزيه وطبطبه وخلي بالك من اللي جاي ووعود حلوه بفرح بيها. كل دي انواع مختلفه من طرق اللي ربنا بيكلمنا فيها. طب اخش على النقطه اللي بعدين، هي اهميه ان انا اسمع صوت ربنا اصلا؟ طب ما انا فيها دماغ، ايه المهم ان انا اسمع صوت ربنا؟ اقول لكم كده على ايه في اشعياء حلو خالص. الايه دي بتقول لنا ايه؟ اشعياء 48 تقول لك كده اهو: قدوس اسرائيل انا الرب الهك معلمك لتنتفع وامشيك في طريق تسلك فيه. بص بقى ربنا بيقول لنا ايه؟ ليتك اصغيت لوصاياي فكان كالنهر سلامك وبرك كلجج البحر. ربنا بيقول لك يا ريتك كنت سمعت صوتي. ليتك فيها حسره شويه لو انا بسمع صوت ربنا. ليتك اصغيت لوصاياي. ربنا بيقول لكل واحد فينا لو بيتكلم ضعفي او قبليكم، يا ريتك يا حبيبي كنت سمعت كلامي. كان ايه اللي هيحصل؟ كان كالنهر سلامك. في الزمن اللي احنا فيه ده كلنا مفتقدين السلام. كلنا كده عندنا شويه اضطرابات وعندنا السلام عندنا قليل جدا، كلنا مفتقدين السلام. ربنا يقول لك لو كنت سمعت وصاياي كان كالنهر سلامك وكلجج البحر. عارفين لجج البحر؟ الامواج العاليه جدا. كلجج البحر السلام بتاعك، يعني امواج عاليه جدا. ليتك. مش كده عايزين نطلع النهارده انا وكل واحد من حضراتكم واخد قرار بنعمه ربنا، انا كفايه سماع صوت قلبي، سماع صوت عالي، كفايه ان انا بسمع صوت العالم. انا النهارده عايز اسمع صوتك انت يا رب. اقول لكم موقف بقى، الموقف ده يعني يفرق معانا جدا لما نركز فيه. يقول لك كده كان مره شاول راح يحارب عماليق. سمعتوا عن عماليق ده قبل كده؟ كان رايح يحارب عماليق. فصموئيل قال له ايه؟ بقول لك ايه؟ ربنا بيقول لك ايه يا شاول؟ هتروح وتحارب عماليق وهتكسب عماليق، بس ربنا بيقول لك تحرم كل الحاجات بتاعتهم، الغنم والخرفان والبقر. ليه؟ لان كانوا بيستخدموهم في اعمال الاوثان، بيستخدموهم في الشر. فربنا قال له حرم، يعني بيت كل الحاجات دي. كان عباده الاوثان كانوا بيستخدموا الحاجات دي كلها، قال له لازم تحرم فيها الحاجات دي كلها وربنا هيديك النصر على عماليق. فعلا شاول راح وانتصر فعلا على عماليق. بس شاول بقى كان قدامه يسمع حاجتين: اسمع صوت ربنا ولا اسمع صوت مالي؟ اسمع صوت ربنا يبقى كل الخرفان والبقر والحاجات الكتير قوي دي احرقها واعبدها. لكن شاول ما سمعش صوت ربنا، سمع صوت عالم. قال طب ما في شويه حاجات حلوه كده خساره ان انا يعني احرقها واعبدها، هات شويه دول هات شويه دول، وخد له شويه من الخرفان والبقر دول. بعد شويه جه صموئيل النبي جاي فسمع صوت الخرفان، قال له ايه الاصوات اللي انا سامعها دي؟ شاول بقى مش عارف يقول ايه، قال له دي شويه خرفان وشويه بقر انا خدتهم عشان اقدمهم ذبيحه لربنا. عارفين كده زي ايه؟ يبقى واحد عايز يحط عشور وما يحطش عشور من فلوسه هو، يحط عشور فلوس من حد تاني، من اخوه ولا من باباه. العشور احطها من معايا انا، ما اخدش فلوس واحد تاني يقول احط العشور هنا. هو شاول حب يعمل كده، قال لك بقى تذاكى، قال لك شويه غنم الحلوين دول هقدمهم ذبيحه لربنا. ساعتها بقى صموئيل قال له كلمه صعبه قوي، قال له هل مسرت الرب بالمحرقات؟ وربنا هيفرح بالمحرقات والذبائح كما بالاستماع لصوت الرب. ربنا مش فرحان بالمحرقات والذبائح اللي انت شايلها له دي، ربنا هيفرح لما انت تسمع صوته. قال له هو ذا الاستماع، اسمع لصوت ربنا، افضل من الذبيحه والاصغاء افضل من شحم الكباش. احيانا اكون عايز اخدر ضميري،
يبقى ربنا اب اعترافي بيقول لي حاجه صريحه، والانجيل بيقول لي حاجه صريحه، والروح القدس اللي بيقول لي اللي جوايا بيقول لي حاجه صريحه، بس انا اعمل عكسها. واقول انا هروح بكره القداس اتناول، انا بص هحط العشور بتاعتي، بس انا مش عايز اسمع صوت ربنا. ربنا يقول لنا كده، هو ذا الاستماع افضل من الذبيحه. اسمع صوت ربنا افضل. عارفين ايه العقوبه اللي شاول خدها؟ عقوبه صعبه جدا عشان ما اسمعش صوت ربنا. صمويل قال له كده: لانك رفضت كلام الرب الهك. ربنا عمل فيك ايه؟ فرفضك الرب من ان تكون ملكا على اسرائيل. تاني: لانك رفضت كلام الرب فرفضك الرب من ان تكون ملكا على اسرائيل. كل ده رب عشان رفض كلامك؟ ربنا رفضه تماما ان هو يكون ملك. وقال له كده: يمزق الرب مملكه اسرائيل عنك هذا اليوم. مملكه اسرائيل كلها هتتشال منك خلاص. ليه؟ لانك ما سمعتش كلام ربنا. لازم كده يبقى جوايا خوف مقدس، ان انا لازم اسمع صوت ربنا، ما اسمعش صوت دماغي، ما اسمعش صوت اي حد تاني. وعندنا في الكتاب المقدس امثله كثيره من اللي ما سمعوش صوت ربنا وفي الاخر حصل لهم مشاكل كتير جدا واتبهدلوا. يعني مثلا لوط كان صوت ربنا يقول له الزق في ابونا ابراهيم، ده هو البركه كلها، الزق فيه. لما حصلت مشكله بين ده وبين ده، لوط اختار ان هو يروح في بلد مين؟ بلد سدوم وعموره. ما سمعش صوت ربنا. كان ايه اللي في الاخر النتيجه؟ خسر سدوم وعموره بالكامل وبابل، وخسر كل الفلوس بتاعته، وخسر سمعه بناته الاثنين، وخسر مراته بقت عمود ملح. كل ده هو علشان ما رضاش يسمع لصوت ربنا. منازل كتيره جدا عندنا. فرعون كل شويه موسى يقول له اطلق الشعب. فرعون بعينه شاف 10 ضربات، يسمع بقى صوت ربنا، انما كان قلبه غليظ ما سمعش صوت ربنا. كان ايه في الاخر؟ فرعون بالكامل فرعون بالكامل مات هو وكل الجيش بتاعه. اتفضل. كان اسمه انا اسمي جولييت. جوليا. انا جولييت. هي الحته اللي حضرتك قلت عليها دي بتاعت ضربات ال10 مكتوب في الكتاب المقدس ان ربنا غلظ قلب فرعون او قص قلب فرعون. هل ربنا فعلا كان بيأثر؟ لا، هقول لك السؤال حلو قوي. هو ربنا كان بسابق علمه كان عارف ان فرعون مش هيستجيب. فعشان كده هو كان بيقول لك ايه؟ عايز يقول لك ربنا كان عارف بسابق علمه انه مش ربنا هو السبب، استحاله. ربنا خالق كل واحد فيهم بما فيهم فرعون على صوره الله ومثاله، ولكن المقصود من الايه دي ان بسابق علم ربنا كان عارف ان فرعون مش هيسمع ومش هيستجيب. فعشان كده ما كانش عايز خلاص. هو فرعون نفسه هو اللي رفض، مش ربنا، مش هو ربنا هو الفاعل، لا، هو ربنا خالق كل واحد فينا بكامل حريه الاراده بتاعته. خليني يعني قدامي طريقين، طريق الخير وطريق الشر. ربنا مش هيجبر اي حد، ولا هيزقني على الخير ولا هيزقني على الشر، بس ربنا يقول لي يا حبيبي لو انت مشيت في الخير هترث الحياه، لو مشيت في الشر هترث الموت. المقصود بالكلمه ده هي ان بسابق علم الله كان عارف قلب فرعون ان هو غليظ، بس الحاشا ان ربنا يكون هو السبب ان هو خلى قلبه غليظ، ولكن ربنا سابه بكامل ارادته. ربنا ما بيجبرناش، يقول لك انا واقف على الباب بخبط، لو انت فتحت لي اخش واتعشى معاك وتحس بالفرح والسلام، لكن لو انا قافل عمر ما ربنا هيكسر بكره الباب ويخش غصب عني، لان ربنا خالقني كامل الاراده. تمام؟ فعشان كده هو نماذج كتيره جدا عندنا برضو ما كانوش بيسمعوا لصوت ربنا. عندنا مثلا عذراء النشيد. دي رمز النشيد. الانشاد عباره عن حديث رومانسي بين كل نفس بشريه وبين رب المجد العريس السماوي. فيقول لك كده هو مره العريس راح لها وقعد يدلع فيها ويقول لها يا جميلتي، يا حمامتي، يا كاملتي، افتحي لي ده انا شعري اتبل من الطل. هي قالت له بقى بص انا هوسخ نفسي واوسخ رجلي تاني وغيرت هدومي. اتاخرت النفس البشريه، ربنا بيتحايل عليها وبكميه الرومانسيه بقى عشان تفتح له، ما رضتش تفتح له. بعد شويه بقى يعني ضميرها كده وجعها، قالت لا هقوم افتح. بعد حد عارف لما فتحته لقيته ولا ما لقيتوش؟ قال لك ايه؟ تحول عني وعبر. ما رضيتش تسمع صوت ربنا في الاول. تحول عني وعبر، حبيبي تحول عني وعبر. عشان دي كلها نماذج من اللي ما بتسمعش صوت ربنا. فمهم جدا النهارده انا وحضراتكم بنعمه ربنا اطلع وانا واخد قرار هسمع صوتك يا رب. كل المعطلات اللي هنقولها كمان شويه انا هبعد عنها، انا عايز اسمع صوتك. كفاياني صوت العالم. صوت العالم ما خدتش منه غير الاذى وتضييع الوقت والخساره وعدم السلام النفسي وعدم الفرح. انا عايز اسمع صوتك يا رب، انا مش عايز اعمل زي شاول عشان ما اسمعش كده قد رفضك الرب.
انا مش عايز اعمل زي لوط لما سال ابونا ابراهيم، انا مش عايز اعمل زي لوط، مش عايز اعمل زي نشيد الانشاد، مش عايز اسمع يا رب اللي انت تحولت عني وعبرت، انا عايز اسمعك انت، عايز افضل كده ايه متشعبط فيه لغايه ما توصلني للسماء، الهدف بتاعي. كلنا هدفنا ملكوت السماوات. حياتنا هنا على الارض 70 سنه 80 سنه افكارها تعب وبليه، ولكن حياتنا فوق ابديه. خش كده تلاقي العذراء مريم بتحضنك، وتلاقي كده مريمينا والملاك كلهم فرحانين بيه. هو ده اللي هوصل له عن طريق سماع صوت مين؟ عن طريق سماع صوت ربنا. واحنا كده اتكلمنا عن ايه الطرق اللي ربنا بيكلمنا بيها، اتكلمنا ازاي اهميه الاستماع لصوت ربنا، وعرفنا الخطوره، وحكينا موقف شاول، وقلنا كده هو ربنا بينبهك يقول لك لو سمعت وصاياي لكان قد نهر سلامك، وعرفنا امثله من اللي هم ما سمعوش صوت ربنا. طيب نتكلم بقى بطريقه عمليه اكتر، ايه اللي ما بيخلاني مش عارف اسمع صوت ربنا؟ ليه؟ طب ما خلاص كلنا بنحب ربنا على اختلاف طموحنا الروحيه، ليه انا مش عارف اسمع صوت ربنا؟ هنقول بقى كده كاني رحت للدكتور قلت له يا دكتور انا عندي مرضي ان انا مش عارف اسمع صوت ربنا. وده مرض اخطر، يعني يمكن المرض العضوي لو خدت شويه دواء ولا انتبيوتيك اخف، لكن المرض الروحي لو فضل مسيطر عليا هوصل لمرحله الهلاك، مش هوصل للسماء. فالمرض الروحي اخطر بكتير من المرض العضوي. نتخيل بقى ان انا بكلم كده ربنا طبيب ارواحنا وانفسنا واجسادنا، وبقول له يا رب اديني روشته وقول لي ايه هي كل المعطلات اللي مخلياني مش عارف اسمع صوت ربنا. اول حاجه احيانا بيكون قلبي متعلق بشيء معين، مش عارف اسمع صوت ربنا في حياتي. اب اعتراف يقول لي لا الموضوع ده مش هينفع. فلان مثلا مقدم لي عريس، اب اعتراف يقول لي يا بنتي ده مش ابن ربنا ومش علاقه بربنا ومش هينفع. بس انا قلبي انا حابه شكله، اصل هو معاه فلوس، اصل هو ايا كان، انا بدي مثل يعني. مش عايز اسمع. ارميه كده يقول لنا ايه؟ القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس. قلبنا اخدع من كل شيء. احيانا قلبي بيتعلق بشيء معين. شاب مثلا جاي له وظيفه معينه، الوظيفه دي فيها بعض التنازلات. برضه كل ربنا قال له ما تروحش الوظيفه دي. شغال بقى، يعني اقول لكم مثلا مره كان واحد كده جاله وظيفه انه يشتغل في بار، وبقى كل كحوليات ومش عارف ايه، البار بيعمل حته قمار والكلام ده كله. ابقى اعرف اقول له اوعى تروح، حتى لو تقع في بيتك، ده مش مكان ولاد ربنا. قعد حوالي 4 شهور شغال فيها، وقرر ان هو يقول لك خلاص بقى ده اكل عيش واعمل ايه يعني، والكلمتين اللي ضايعين يقول لك اكل العيش بقى مهم، والكلمتين بتوع عدو الخير ده. بعد 4 شهور حاول وجاب موبايل، وهو راجع طلعوا عليه شويه حراميه عملوا له مشاكل كتيره مش عارف عوضوا في وشه، وخد الموبايل بتاعه وخسر كل حاجه، وبقى اكتر من حوالي 6 اسابيع مش عارف يتحرك من كتر الحاجات اللي عملوها. يا حبيبي كنت سمعت صوت ربنا من الاول. ربنا قالها لك صراحه ما تروحش، ده مش مكان ولاد ربنا، ولكن القلب اخدع من كل شيء. يبقى اول سبب بيخليني مش عارف اسمع صوت ربنا لما اكون متعلق بشيء معين، بشيء، بامر، بانسان وهو ضد رغبه ربنا. احكي لكم عن موقف حصل في اعمال الرسل. مره كان بولس الرسول هيسفروه من حته لحته، وكان معاه شويه اسرى، كان عددهم حوالي 273 واحد. قائد الماء، وكان قائد الماء بيحرسه. بولس الرسول راح لقائد الماء قال له خلي بالك احنا في شتاء، ما ينفعش ان انت تاخدنا في السفينه دلوقتي، استنى لما الشتاء يعدي وبعدين خدنا في السفينه. قائد الماء سمع صوت بولس، ده كان صوت ربنا. قائد السفينه بقى، الربان بتاع السفينه، قال له ده زي الفل، ولا سيبك بولس ايه اللي يقول بولس ده، يلا بينا نطلع دلوقتي. قائد السفينه بقى قال لك هستنى 3 شهور لغايه ما الشتاء يخلص عشان اعمل النقله ديت، انا عايز فلوس، انا عايز اروح النقله وارجع تاني اخد نقله تانيه. قال له لا الطريق زي الفل. كان قائد الماء كان عنده حدين، يا اما يسمع صوت ربنا عن طريق بولس ويستنى، يا اما يسمع صوت الربان. ايه اللي حصل؟ طلع بالسفينه. السفينه بالكامل اتكسرت واتدمرت، ولولا شفاعه بولس كان كل الاسرى ماتوا، ولكن ربنا وصلهم بالسلامه. ولكن عشان ما سمعوش صوت ربنا، لان قائد السفينه كان متعلق بشيء معين، عايز فلوس، عايز يعمل النقله دي عشان ياخد فلوس. تمام؟ نفس الكلام لوط زي ما قلت لكم، المفروض يفضل لازق في البركه، ابونا ابراهيم، انما هو قال لك ايه ده سلموه عمرتي كلها اراضي خضراء وهيبقى عندي فلوس وهيبقى عندي كذا، قلبه اتعلق بالفلوس، ما سمعش صوت ربنا، وزي ما قلنا خسر سيره بناته، البلد دي كانت مضروبه بخطيه صعبه جدا، عدم الطهاره، وخسر ممتلكاته وخسر زوجته وخسر كل حاجه. ما كنت سمعت صوت ربنا ولزقت في ابونا ابراهيم ايا كان اللي يحصل. عشان كده اول سبب بلاش نتعلق بشيء ارضي او انسان او اي حاجه معينه،
لان ده مش هيخليني اعرف اسم المسيح. حطوا في دماغكم الآية: القلب اخدع من كل شيء وهو نجس. تاني سبب بيخليني مش عارف اسمع صوت ربنا حاجه مهمه جدا بنسميها المشوره الخاطئه. لو انا عايز مشوره اروح لاب اعترافي، اروح لوالدي، اروح لوالدتي، اروح لامين الخدمه، اروح لخادم طاقي، اروح للكتاب المقدس، اروح للروح القدس اللي ساكن جوايا. بس بلاش اسال واحد اصغر مني او واحد لسه ما عندوش خبره، دي هتبقى مشوره غلط. المشوره الغلط تخليني مش عارف اسمع صوت ربنا. اكثر مثل كلنا عارفينه كان سليمان عنده ابن، كان ابن سليمان كان اسمه ايه؟ حد فاكر؟ رحبعان. اسمه ايه؟ أوله حرف ايه؟ طب الحرف الثاني رحبعان، بالظبط. انا قلت قطع كام الحروف يعني. ماشي، رحبعان ابن سليمان. بعد ما سليمان مات الناس راحوا لرحبعان قالوا له بص خلي بالك بقى، يعني سليمان كان شديد علينا شويه، حاول بقى تهدي الدنيا شويه علينا، يعني مش لازم تبقى انت زي والدك يعني. رحبعان في الاول عمل صح، راح لكل المستشارين بتوع والده اعمل ايه؟ قالوا له الشعب ده طيب، لو انت قلت لهم حاضر ههدي النير عليكم هتكسبوا الى اخر يوم. دي كانت صوت ربنا. راح معاه بقى شغل دماغه. عارفين بقى الشباب يعني العنجهيه كده بتوع فيها، قال لك انا هلم اصحابي ونشوف ايه رايكم؟ راح للاحداث اللي هو في سن بعض يعني، وقفوا كده على الناصيه هنعمل ايه؟ قال لك اوعى انت صغير انت هتديهم على دماغهم، ده اقول لهم مش عارف لو ابويا ده انا الصابع بتاعي ادخل من وسط ابويا، ابويا بيقدمكم بالصياد انا هقدمكم بالعاب، خليك حمش وشد عليهم سيبك منهم. لغه الشباب للاسف اللي الناس طبعا مش ولادنا يعني، اللي ناس كتير بقت تتكلم فيها دلوقتي لغه العنف ولغه الشده. ايه اللي حصل؟ كان قدامه يسمع صوت ربنا، كان قدامه يسمع صوت الاحداث اللي عنده، ولكن نتيجه المشوره الغلط سمع صوت الاحداث وحصل ايه؟ انقسمت اسرائيل كلها. بقى عندنا 10 اسباط في الشمال المملكه الشماليه، وعندنا سبطين في المملكه الجنوبيه، وحصل الانقسام العظيم في مملكه اسرائيل اللي كان ربنا بيرعاها بنفسه بسبب المشوره الغلط. ما عرفش يسمع صوت ربنا بسبب المشوره الغلط، عشان كده مهم جدا ان انا اخلي بالي. موقف تاني برضه واحد اسمه اخيتوفل، بنسمع اسمه فين ده؟ برافو عليك، قداس الجرجوري، بدد يا رب مشورته كما بددت مشوره اخيتوفل. ايه قصه اخيتوفل ده؟ حد عارف؟ ايه قصه اخيتوفل؟ ايوه بتفكري يعني؟ افتكرتيها؟ طيب اقول لك. مره كان زمان داوود عنده ابن اسمه ابشالوم. وقت من الاوقات حصلت مشكله يعني مشكله كبيره بين داوود وبين ابشالوم، وحصل فراق جدا، وبقى ابشالوم بيحاول يعادي ابوه. راح جري على اخيتوفل ده قال له اعمل ايه؟ انا خلاص بنت ابويا. اخيتوفل اداله مشوره صعبه جدا، يعني مشوره منتهى القباحه في عين ربنا. قال له ادخل على سراير ابوك فالناس كلها تعرف تختار واحد من الاثنين، يا انت يا ابشالوم يا اما داوود. وابشالوم فعلا عمل كده اهوت ودخل على سراير ابوه، الناس كلها عرفت، وكانت خطيه قبيحه جدا في عيني الرب. كانت ايه النتيجه؟ ابشالوم جرى في الاخر مات وهلك بسبب المشوره الغلط. اوعى اي حد فينا وانا اقول لكم اخد مشوره غلط. عندنا مصادر اخد منها العلم التلمذ عليها. يبقى قلنا كده كام سبب لغايه دلوقتي ما بعرفش اسمع صوت ربنا؟ قلنا كام سبب؟ نمتوا ولا صحيين؟ اول سبب كان ايه؟ قلبي متعلق بشيء معين، وقلنا القلب نجيس. تاني سبب قلنا المشوره الايه؟ الخاطئه. تالت سبب ما بعرفش اسمع صوت ربنا منه الاستعجال. انا مستعجل، عايز اخش الكليه واخلص، عايز اذاكر واخلص، عايز اتدرب في الصيف واخلص، عايز اتجوز واخلص، عايز اخلف بقى واخلص، عايز مش عارف احوش قرشين واخلص. الاستعجال في حياتنا استحاله اسمع صوت ربنا. واكتر مثل كل حاجه هنقولها وهنقول مثل الكتاب المقدس يثبت لنا الكلام اللي بنقوله. اكتر مثل الاستعجال طبعا ربنا قال لابونا ابراهيم، قال له ايه؟ هيكون ليك نسل وبنسلك هتتبارك كافه الامم. طب يعدي شهر، يعدي شهرين، يعدي سنه، تبتدي بقى امنا ساره تقلق. ابونا ابراهيم كان ما قلقش الراجل يعني، انما امنا ساره بقى تسكت ما سكتتش. ابتدت بقى، انتوا عارفين دايما في بعض كده اللي هي السيدات او البنات يبقوا حامين شويه يعني. لا الوقت بيعدي، ما جالناش نسل، هنعمل ايه؟ هنسكت؟ وهنا بقى الاستعجال ما عرفتش تسمع صوت ربنا. طب خش يا ابونا ابراهيم على هاجر واللي يجي منها نربيه ويبقى هو ده اللي ربنا قصده. طبعا ربنا ما كانش قصد كده خالص. بسبب الاستعجال بقى عندنا ابن الحره وعندنا ابن الجاريه، بقى عندنا اسماعيل وعندنا اسحاق، بقت عندنا المشكله الكبيره اللي احنا عايشين فيها لغايه وقتنا هذا. ليه؟ لان كان في استعجال، ما رضتش تسمع وتصبر لغايه ما ربنا كل شيء تحت السماوات والارض، لكل شيء. الاستعجال ما عرفتش تسمع صوت ربنا.
شاول برضه مره من المرات كان عايز يخش، ما كانش عارف يخش حرب ولا لا، بدل ما يكلم ربنا استعجل لدرجه ان هو راح للجان، فطبعا ما عرفش يسمع صوت ربنا. ابونا ادم نفسه، ابونا ادم لما امنا حواء كتر خيرها يعني قالت له بص يعني يلا ما ناكل من الشجر اللي ربنا قال لنا ما تاكلوش منه، كان المفروض ابونا ادم يعمل في الوقت ده، حد عارف؟ الشباب كان يعني لما حواء جت لادم وقالت له يلا ناكل من الشجره دي، كان المفروض ابونا ادم يعمل ايه ساعتها؟ ايه؟ يسال ربنا على الاقل، يا رب حواء اللي انت خلقتها من ضلع بتقول لي كذا اعمل ايه؟ ادم ما عملش كده وجري على طول وراح سمع الكلام، استعجل كان هو كمان، فكان ايه النتيجه؟ اتطردوا من جنة عدن. فعشان كده الاستعجال بيخليني ما اعرفش اسمع صوت ربنا. يبقى اول حاجه التعلق بشيء معين قلبي، المشوره الغلط الاستعجال. بعد كده الاستسلام للخوف بيخليني ما بعرفش اسمع صوت ربنا. لو هستسلم للحزن واستسلم للخوف استحاله اعرف اسمع صوت ربنا في حياتي. زي مين؟ زي مريم المجدليه. مريم المجدليه ربنا بنفسه ظهر لها وهي بست رجليه وقال لها في القيامه، يعني بعد ما ربنا اتصلب ومات وقام ظهر لمريم وقال لهم يلا روحي قولي لكل اخواتي ان انا هبقى لهم في الجليل. فرحت قوي مريم المجدليه وراحت للتلاميذ ما صدقوش، قال اللي انت بتقوليه ده، رجعت حزنت تاني وقعدت تعيط، يعني كانت بتحب ربنا جدا. لغايه ربنا قابلها مره ثانيه، ساعتها ما عرفتوش وظنت ان هو الايه؟ البستان. ما انت كنت لسه مقابلاه ولسه بايسه رجليه ولسه عرفت ان هو المسيح وفرحت، بسبب الحزن اللي جواها ما عرفتش ان ده هو ده صوت ربنا. حتى عشان كده ربنا ساعتها قال لها لا ايه؟ لا تلمسيني. ده انا لسه كنت ظاهر لك من كام ساعه بس، مجرد الحزن ما عرفتش تتعرف على ربنا. فعشان كده رابع حاجه تخليني مش عارف اسمع صوت ربنا الحزن الزائد في حياتي والخوف الزائد في حياتي. مين تاني عندنا؟ تلميذي عمواس. تلميذي عمواس بعد القيامه لما شافوا بقى كده ان المسيح خلاص مات صلب ومات، قال لك نرجع بقى البلد بتاعتنا، خلاص بلا كرازه بلا تلمذه للمسيح، خايفين ارجع تاني. وهم راجعين مين ظهر لهم وقعد ماشي معاهم الطريق كله؟ مين؟ يسوع المسيح. ولكن بسبب الحزن اللي كانوا فيه يقول لك كده ومسكت عيونهم ان هي تعرف مين اللي ماشي معاهم، لانهم كانوا حزنين جدا. قال لك كل رجائنا في يسوع وقلنا هو ده المسيح، في الاخر يموتوه ظلم وفي الاخر كذا. المسيح قعد ماشي معاهم مشوار طويل وما عرفوش ان ده المسيح بسبب شده الحزن. اول ما دخل بقى وهديوا وربنا عمل لهم قداس كده ونولهم، ابتدوا يعرفوا ان هو ده يسوع المسيح. يبقى رابع سبب الاستسلام للحزن والخوف يخليني مش عارف اسمع صوت ربنا. برضه مثلا لكده برضه ايليا ده كان نبي مالي، يعني ما كانش يهدى ابدا، كان بيجيب لربنا كده اعداد بالمئات، لدرجه مره بسبب ايمان ايليا 450 واحد من البعث ربنا ابدهم تمام بسبب ايمان ايليا النبي. لما ربنا قبل ذبيحه ايليا ما قبلش الذبيحه ايه بتاعتها. بعديها على طول ايزابيل مرات اخاب قالت انا زي ما عم حصل في الانبياء اللي ماتوا انا هدي لك يا ايليا خاف وارتعب وقعد يجري وطلب لنفسه الموت. بسبب كده ما عرفش يسمع صوت ربنا. ربنا الحنين بقى عمل فيه ايه ساعتها؟ خده بعت له ملاك اكله وهداه ونيمه شويه وقعد يطلع الجبل، وبعد ما هدي خالص ابتدى يسمع لصوت ربنا. بعد ما كل ونام وهدي ابتدى يسمع لصوت ربنا. يبقى رابع حاجه تخليني مش عارف اسمع صوت ربنا الاستسلام للحزن والخوف. كل واحد فينا يطلع يقول انا عندي النقطه دي، طب انا عندي النقطه دي والنقطه دي، خلاص هتخلص منها علشان عايز اسمع صوت ربنا. تمام؟ راجع تاني، قلنا كام حاجه لغايه دلوقتي؟ عايزين نطلع حافظين. اول حاجه قلبي متعلق بشيء معين، المشوره الغلط، الاستعجال، الاستسلام للخوف. خامس حاجه قسوه القلب. لما يكون قلبي قاسي استحاله اسمع لصوت ربنا، زي ما قلنا من شويه في اول. قلبه كان قاسي، مش كده بقول لك ان سمعتوا صوته لا تقسوا قلوبكم. قسوه القلب بتخلي قلبي زي الحجر، مش عارف اسمع ابدا صوت ربنا في حياتي. زي ما كده قلنا ايه في اول. سادس حاجه المشغوليه الزايده. للاسف في الزمن اللي احنا فيه ده هو بتلاقي بالذات سن الشباب مشغولين في الاخر يقول لك ما بعملش حاجه، بس طول اليوم كله مشغول معايا. عارفين كده انا اسف يعني زي ام العروسه كده طول النهار مشغوله ما بتعملش حاجه. المشغوليه الزايده بتخليني مش عارف اسمع لصوت ربنا. زي مرسى ومريم. على فكره كانت مشغوله بحاجات مش وحشه، تنظف، بتطبخ، تخلي بالها من الناس اللي موجوده، انما ربنا قال لها الحقا بتضطربين لاجل امور ايه؟ كثيره، انما الحاجه الى مين؟ الى واحد. يبقى المشغوليه الزايده بتخليني مش عارف اسمع صوت ربنا. عارفين لما بجيب كوبايه كده فيها شويه تراب او
شوائب لازم اسيبها شويه كده اهو، هتلاقي كل حاجه صفيت والميه بقت نظيفه. مش كده لازم ناخد كل شويه كده، الشباب بالذات في سن الشباب لازم كل كام شهر اطلع لي خلوه، ان شاء الله ليله واحده في دير في بيت تبع الكنيسه. الخلوه دي هبتدي بقى ايه؟ اصفي نفسي واشوف انا بعمل ايه. هل الحاجات اللي انا بعملها دي مهمه؟ يعني انا طول النهار مثلا، يعني سامحوني لو اي شاب مثلا، اي ابن شاب، يعني لو انا سالته بيعمل ايه؟ ساعتين في اليوم بفتح النت وبقعد اعمل كده على الموبايل طول الوقت. ساعتين بتفرج على الماتش. ساعتين مش عارف بنام زياده. ساعتين بتكلم مع اصحابي وفتح البلاي ستيشن. حاجات كتيره جدا لو استغنينا عنها هنلاقي اليوم بخير، هنلاقي اليوم مليان بركات. ده انا بدل ما اعمل كذا هعمل كذا واعمل كذا. مهم جدا ما بقاش مشغوليه زياده. ده احيانا ينبهونا كده حتى احنا ككهنه، يقول لك كده اوعى تنشغل بالخدمه زياده على حساب علاقتك الروحيه بربنا. مخدعك قبل خدمتك، احفظوا الكلمه دي. انتوا اكيد منكم كتير خدام او هيبقوا خدام، يقول لك مخدعك قبل خدمتك. يعني شوف حتى لو انا في الكنيسه 24 ساعه وساب قانوني لا يرضي قلب الله، لازم قانوني نروح الاول، لازم تتدلى بيني وبين ربنا وبعدين اعرف اخدم الناس. عشان كده المشغوليه الزياده ما بعرفش اسمع فيها صوت ربنا. اقول لكم على مثل كده اهو، مره ربنا قال مثل كده اهو، قال لك كان في وليمه سماويه، يعني رمز للسماء اللي مستنيانا، وراحوا بقى بيعزموا الناس. واحد قال له لا لا انا مش فاضي اجي، ايه ده انا لسه متجوز. والتاني قال له انا عندي 5 ازواج بقر، انا هاجي الوليمه ديت. واحد قال له ده انا عندي في كام فدان لسه واخدهم. يشير للمشغوليه الزايده اللي بتخلينا ما بنعرفش، ده مثلا موجود في الكتاب المقدس، بيخلينا مش عارف اسمع صوت ربنا. برضه مثل تاني على المشغوليه بتخليك مش عارف تسمع صوت ربنا. بولس مره قال وعظه شديده جدا لواحد اسمه فيليكس الوالي. قاعد يكلموا على الدينونه والمجيء الثاني، يقول لك كده الانجيل فيليكس حصل له ايه؟ ارتعب. بس كان مشغول، قال له بص ما عنديش وقت، طب روح يا بولس ولما يجي لي وقت فاضي هجيبك تكمل الوعظه بتاعته. في الاخر ما فضاش وفيليكس هلك وبولس ما لقاش وقت ثاني يكلمه فيه. يبقى بسبب المشغوليه الزياده ممكن ان انا ما اعرفش اسمع صوت ربنا، لازم اهدى ولازم اخد خلوه، لازم اخد كده وقت مع نفسي، حتى لو مش هروح دير ولا حاجه، ممكن اخد خلوه وانا في بيتي، لو فتحت الشباك كده وقعدت ابص في ربنا، لو حطيت صوره الصليب كده وكل يوم 5 دقائق ببص فيه كده عشان اهدى واشوف انا فعلا اولوياتي ايه. اعملوا كده زي صليبه كده، هنا فيها الحاجات المهمه، هنا فيها الحاجات المستعجله، هنا فيها الحاجات الغير مهمه، هنا فيها الحاجات الغير مستعجله. وشوف كده اللي انا هعمله حاجات مهمه ومستعجله، انما حاجه غير مهمه ومش مستعجله مش هعملها. عشان كده مهم جدا ابقى اكون مرتب اولوياتي صح. سابع حاجه مهمه جدا ركزوا فيها جدا تخليني مش عارف اسمع صوت ربنا، عدم التلمذه. في الزمن اللي احنا فيه ده كتير يقول لك انا رايي من دماغي، محدش هيرشح كلمته عليا، مش عايز يعيش التلمذه. انما كل يوم حتى اباء الشيوخ لغايه اللي عندهم 80 سنه و90 سنه ليهم معلمين بيتلمذوا على ايديهم. غياب التلمذه بيخليني مش عارف اسمع صوت ربنا في حياتي. اقول لكم كده في رؤيا 3 رب المجد بيكلم اسقف، مش بيكلم بقى خادم ولا كاهن، بيكلم اسقف بتاع بلد اسمها اللاوديكيين. قال له تقول انك عارف كل شيء وقد استغنيت. ما مش عايز يتلمذ بقى، انا عارف كل حاجه. اكتر كلمه بنسمعها دلوقتي مش انا عارف كل حاجه، يقول لوالده ووالدته، يقول للخادم بتاعه، يقول لنفسه انا عارف كل حاجه. ربنا يقول له تقول انك عارف كل شيء وقد استغنيت، ولكنك انت الشقي، انت العريان، انت البائس، انت الفقير، انت الاعمى. الله الله كل ده يا رب، لان هو ما كانش عايز يعيش روح التلمذه. ارجوكوا في سن الشباب ده اكتر سن محتاج يتلمذ، تلمذ على انجيلك، تلمذ على اب اعترافك، تلمذ على الخادم الروحي بتاعك، تلمذ على الوعظات، تلمذ على الروح القدس اللي ساكن جواك. بلاش تقول انا دماغي، انا رايي من دماغي. مهم جدا روح التلمذه ان انا اعيش عليه. لو ما عنديش روح التلمذه للاسف مش هعرف اسمع صوت ربنا. مهم جدا كل مره اقول يا رب تكلم يا رب فاني عبد سامع، قول لي انا عايز اتلمذ. ده حتى كده بالبلد يقول لك اللي ملوش كبير بيشتروا له كبير. احنا عندنا بقى يعني كنيستنا دايما لغايه اخر وقت عندنا مصادر للتلمذه ومصادر للتعليم كتيره جدا. سبب تاني كمان يخليني مش عارف اسمع صوت ربنا لما يكون عندي خطيه محبوبه مش عارف اتوب عنها توبه كامله. خطيه محبوبه زي مين مثلا؟ يهوذا كان عنده محبه المال دي مجنناه، مش عارف يتنازل عنها. يشوف ربنا بيعمل معجزات، يقوم واحد ميت بعد 4 ايام، يهدي العاصفه، يطلع الارواح. بحب الفلوس يا رب، اعمل زي ما انت تعمل، الفلوس اهم حاجه في حياتي. اللي في الاخر ايه اللي حصل؟ هلك. ربنا حاول معاه كذا مره. ده يقول لك كده كان ربنا بيجيب اللقمه وبيحطها في بقه، عارفين لما ام كده بتدلع ابنها بتاكله بقه، ربنا عمل كده مع يهوذا،
يمكن قلبه يعني يطيب شويه ويتخلص من خطيه محبه المادي، انما يهوذا ابدا لاخر وقت مركز في المال. بسبب الخطيه دي بتعمل فاصل بيننا وبين ربنا، ما بعرفش اسمع صوت ربنا في حياتي ابدا، لازم اقدم توبه عنها. طب التوبه دي برضه طالما جت السيره كده ولا بسرعه، يعني ايه توبه؟ عشان اعمل توبه احفظوها معايا محتاج اعمل 5 خطوات. اعمل كام خطوه؟ احفظوها كده: قاعده واقفه، قاعده واقفه، من اول. خلينا نحفظها كده، عشان اعمل توبه كامله لازم اعمل 5 خطوات: قاعده واقفه، قاعده واقفه، من اول. يعني ايه؟ اول حاجه اقعد مع نفسي، اطلع كل انواع الخطايا اللي انا بعملها، خطايا العين، خطايا الفكر، خطايا الفعل، خطايا ايجابيه وخطايا سلبيه. خطايا ايجابيه يعني مقصر في انجيلي، مقصر في محبتي، مقصر في خدمتي، الم كل الحاجات دي. بعد كده اقف قدام مين؟ اقف قدام مين؟ قدام مين؟ ربنا. اقف قدام ربنا واقدم توبه عن كل الخطايا دي. تالت حاجه قاعده مع مين بعد كده بقى؟ مع اب اعترافي. اجري الاب اعترافي، اقول له الحق انا واقف في الخطيه كذا وكذا وكذا وكذا، ابونا يحط على راسي الصليب ويصلي لي التحليل. بعد كده وقفه ثانيه، اقف قدام مين بعد كده؟ ربنا، اشكره واطلب منه انه يساعدني واخد قرار بالتغيير. توبه بدون تغيير توبه ناقصه غير كامله، كاني ما عملتش اي حاجه. لو انا تبت وما خدتش قرار بالتغيير، حتى لو وقع بس ارجع قوم تاني. بعد كده اتناول جسد ربنا وتمام. انا كده عملت الدايره الكامله بتاعه التوبه. كلنا بنغلط، عايز اخش عند ربنا اتوب على كده. طب قعدت مع نفسك، حللت لنفسك، طلعت الخطايا، وقفت قدام ربنا ندمت، قعدت بعد كده مع اب اعترافك، بعد كده وقفت شكرت وخدت قرار بالتغيير، ده كده خطوات التوبه. لو خطوات التوبه دي مش كامله افضل مش عارف اسمع صوت ربنا في حياتي. احنا قلنا 8 حاجات، خلاص قربنا نخلص عشان الوقت ما تاخرش بينا. 9 حاجه ما بعرفش اسمع صوت ربنا: غياب الهدف. انا ما عنديش هدف واضح في حياتي. احنا لينا هدف دخولنا ملكوت السماوات، بتكعبل في حاجات كتيره سنويه، ولكن الهدف الكبير بتاعنا اسعى نحو الغرب، عايز اخش ملكوت السماوات. غياب الهدف يخليني مش عارف اسمع صوت ربنا في حياتي. حاجه 9 كمان، احيانا بقع في خطيه ودي اسمها خطيه: المقارنات. انسى ربنا واقعد اقارن نفسي، انا اقارن نفسي بفلان، انا شاب اقارن نفسي بفلان، فلان اتجوز يشتغل فين؟ اتجوز مين؟ المقارنات دايما بتخليني مش عارف اسمع صوت ربنا، بتلاقيني مركز مع اللي انا بقارن نفسه، ودايما اعرفه كده المقارنات دايما نتيجتها خطيه. هقارن نفسي بواحد، يا اما انا هكون احسن منه اقع في خطيه الكبرياء، يا اما انا هكون اقل منه اقع في خطيه صغر النفس، الاثنين مرفوضين. عشان كده اوعوا تقارنوا نفسكم بحد تاني، ربنا ليه خطه حلوه في حياه كل واحد فيكم، بلاش اقارن نفسي، بص فلان اشمعنى فلان اشمعنى فلان، ركز مع نفسك. داوود شاول لما قارن نفسه بداوود وقال لك ده هم بيغنوا له، انا بيغنوا لي الوف وهم بيغنوا لي ربوات، فرق روح الرب. الاخ الكبير لما قارن نفسه بالاخ الصغير وقعد يقول لابوه يعني ده ورثك بالحياه وعملت له حفله، في الاخر ما دخلش بيت ابوه الاخ الكبير اللي هو بيرقص بالسما. الفريسي والعشار اول ما قارن نفسه، اشكرك يا رب ان انا مش زي العشار ده انا بصوم 4 جمعه وبحط العشور، خرج ذلك مبررا دون ذلك. اوعى تقارن نفسك بحد تاني. اتعلم من اللي حواليك، التلمس بس ما تقعدش تقارن نفسك بحد تاني. يا اما هيجي لك كبرياء يا اما هيجي لك صغر نفس، وفي الحالتين مش هتعرف تسمع لصوت ربنا. انا قلت له حاجات كتير قربت اخلص خلاص، بس في اسباب كتير جدا عايزين بس كل واحد يطلع مننا محبه. حاجه ثانيه برضه بتخليني مش عارف اسمع لصوت ربنا، لو انا جواي عايش في وسط غير روحي استحاله اعرف اسمع صوت ربنا. ده بالعكس، ضميري هيتلوث وهيبقى بسمع الحاجات الخطايا يشربون الاسم كانها حاجه عاديه. لازم يبقى ليا وسط روحي زي كده الاجتماع اللي انتم موجودين فيه ده جوه الكنيسه. غياب الوسط الروحي بيخليني ودني مقفوله تماما عن سماع صوت ربنا، زي كده الابن الضال. صحابه بقى يلا هات فلوس ابوك اورثه ويلا نروح ناكل اللي عايزينه ونتفسح اللي احنا عايزينه، وسط غير روحي. كانت ايه النتيجه؟ ما سمعش صوت ربنا في حياته ابدا. وفعلا طلع بعد عن ابوه وبعد عن القصر بتاع ابوه اللي هو بيرمز للسماء. كل الحاجات دي بتخليني مش عارف اسمع صوت ربنا في حياتي. حاجه اخيره كمان برضو، غياب ان انا مفيش علاقه خاصه بيني وبين ربنا، قله الخبره الروحيه بتخليني مش عارف اسمع صوت ربنا. عارفين صموئيل النبي وهو لسه صغير كان لسه طفل، مفيش خبره روحيه بينه وبين ربنا. عمل ايه؟ ربنا بيكلمه، صموئيل مش عارف صوته. انما اول بقى ما راح لعلي الكاهن والتلم الصح، علي الكاهن فاهم ان ربنا بيكلمه، قال له يا حبيبي روح ولما ينده عليك تاني قول له تكلم يا رب فان عبدك سامع. اول ما خد التلمذه وخد الخبره الروحيه عرف يميز صوت ربنا في حياته. كل دي
حاجات مختلفه بتخليني مش عارف اسمع صوت ربنا. اخر سبب فعلا بقى عشان نراجع عشان الوقت جاي بينا، الكبرياء. طول ما انا حاسس ان انا احسن من اللي حواليا، طول ما احس ان انا ده انا دكتور، ده انا مهندس، ده انا عندي فلوس، ده انا صحتي مش عارف ايه، استحاله اعرف لصوت ربنا. ده ربنا كمان يقاوم الله المستكبرين. عارفين الازازه دي؟ طول ما انا حطيتها عاليه كده والحنفيه هنا عمرها ما هتتملي. محتاج ان انا اعمل ايه؟ انزل الازازه خالص عشان تتملي. الاتضاع يخليك عارف تسمع لصوت ربنا، انما الكبرياء ابدا. ادم وحواء اول ما الشيطان كده قال لهم هتبقوا زي عارفين الخير والشر زي ربنا، دخلهم الكبرياء ما عرفوش يسمعوا صوت ربنا. كان لسه ربنا قال له كل من كل حاجه في الدنيا الا دي، بسبب الكبرياء ما عرفوش ياكلوا، ما عرفوش يسمعوا صوت ربنا. كان مره في واحد اسمه هيرودس في اعمال الرسل كده، هو كان مره لابس حله ملوكيه لونها اصفر كده، فالشمس ضربت فيها وبدات تتلالى كانها ذهب. الناس بقى عايزه تتملقوا يعني، ايه ده؟ ده احنا سامعين صوت اله، ده مش صوت انسان. اول ما بدا يوعظ او يكلمهم يعني. هيرودس بقى فرح بقى وجاله الكبرياء وفرح وما نقلش المجد لربنا. اعمال الرسل ايه اللي حصل لهيرودس؟ ضربه الدود حالا مات بسبب ايه؟ الكبرياء. يبقى اخر سبب يخليني مش عارف اسمع لصوت ربنا في حياتي هو الكبرياء، مش عارف اسمع صوت ربنا. يبقى النهارده بنعمه ربنا اتكلمنا كلنا محتاجين نسمع لصوت ربنا. وقلنا مثلا يخوفنا كلنا، يدينا فضيله الخوف المقدس. لو ما سمعتش لصوت ربنا اسمع كده اهوت، لانك لم تسمع صوت قد رفضك الرب، زي ما صموئيل قال لشاول. طبعا ربنا هيكلمني عن طريق ازاي؟ عن طريق الكتاب المقدس، عن طريق رجال الله، عن طريق الروح القدس اللي ساكن جوايا، عن طريق الطبيعه اللي حواليا، عن طريق الضيقه، عن طريق ناس محبين زي اهلي، عن طريق الظروف والاحداث المحيطه. لو قامتي روحيه عاليه بقى عن طريق الرؤى والاحلام وعن طريق الملائكه. طيب رسائل ربنا عباره عن ايه؟ عباره عن رسائل توبه، تشجيع، محبه، تعزيه، تاديب، ارشاد. طيب ليه انا مش عارف اسمع صوت ربنا؟ قلنا تقريبا 14 سنه. هقولهم بسرعه وخلاص احنا كده خلصنا. اول حاجه قلنا التعلق بامر او شيء معين. 2 المشوره الخاطئه. 3 الاستعجال. 4 الخوف والاستسلام للحزن. 5 قسوه القلب. 6 المشغوليه الزايده في حياتي. 7 الاصرار على خطيه معينه زي يهوذا. 8 رفض التلمذه زي اسقف اللاوديكيين. 9 غياب الهدف، انا عايز اخش السماء. 10 وسط غير روحي انا عايش جواه. 11 المقارنات الخاطئه. 12 قله الخبره الروحيه. 13 الكبرياء. اخر حاجه عشان قلت لكم ال 14 الادانه. طول الوقت ماشي عمال احكم فلان ده حلو، فلانه دي وحشه، فلان ده جميل. اللي بيحكم الوحيد هو ربنا. غير مسموح لي ان انا ادين اي حد. طول ما انا بدين بتنفصل العلاقه بيني وبين ربنا، لان انا بحط نفسي مكان مين؟ مكان ربنا. ربنا يديك ويدينا ان احنا نعرف نسمع صوته. ربنا يديك ويدينا ان احنا نعرف نميز صوت ربنا، لان صوت العالم في الوقت اللي احنا فيه دوت بقى صوت عالي جدا وكله شر. العالم قد وضع في الشرير. دلوقتي الشيطان بيتفنن في الخطيه. يعني زمان كان الشيطان بقى تقليدي قوي، سيب ربنا يمشي ولا لا. دلوقتي الشيطان بقى ليه كل يوم بدع. يقول لك الراجل خليه يبقى ست والست خليها تبقى راجل. طب مش عارف احدث حاجه سمعت عنها، ما اعرفش سمعتوا عنها ولا لا. يقول لك دلوقتي في ناس تقول لك انا عايش كاني كلب. سمعت عن الموضوع ده؟ بقى في ناس تقول لك كده عايش كاني كلب. اصل الكلب وافي انا عايش كان انا كلب، وتقعد جنب الحيطه وتقعد مش عارف تشرب بلسانها حاجات غريبه جدا. الشيطان بيتفنن ان احنا ابعد عن ربنا، ما اسمعش صوت ربنا في حياتي. كل واحد وانا اقولكم اشوف ال 14 سبب اللي قلنا عليهم انا واقع في كام سبب فيهم، وابتدي بنعمه ربنا وارشاد الروح القدس اقول انا عايز اتخلص من ال 14 سبب. ربنا يديك ودينا ان احنا نعيش تحت صوت ربنا وتحت وما نبعدش عن حضن ربنا علشان نوصل لهدفنا في الاخر ملكوت السماوات. لإلهنا المجد الان وكل اوان والى ظهر الدهور.